حشو الكيك من أكتر الحاجات اللي بتشغل بال أي حد حابب إنه هو يعمل كيك، بالأخص إن إحنا نحبه الكيك يكون أفضل من حيث الشكل وفي الطعم. اليوم حنديره مع بعضنا بإذن الله حشوة من أشهر الحشوات وأسهلها وطعمها جميلة جدا. تمشي في الطعم مع كيكات الفانيليا وكيكات الشوكولاتة. حنديره مع بعض إن شاء الله حشوة الفراولة، حاجة هيك تكون بيتي مضمونة أفضل بهلبة من الحشوات الجاهزة اللي تكون مليانة للأسف بالمواد الحافظة. قبل ما نبدأ معاكم الوصفة، لو أول مرة تشوفوا قناتي نتمنى أنكم أنتوا تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله. ويلا نبدأ بالوصفة. كنت مجهزة مع حشوة الفراولة كيك إسفنجي بنكهة الفانيليا. كيك زي ما تشوفوا فيه هش طري مرتفع، قوامه رائع جدا بحيث إنه هو ما يستحقش حتى تشريبه. لو حابين تشوفوا وصفتها اشتركوا في القناة زي ما قلت لكم حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. ولو حابين تعرفوا كيف إن تكنيك حشوة الكيك أو حشوة حشوات الكيك، تكنيك حشوات الكيك أو حشوة الفراولة، تابعوني وحتى يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله حنزل فيديوهات في الأيام الجاية. هنا نجول الوصفة. في طنجرة على نار حنحط الفراولة. الفراولة ما فيش فرق نهائيا بين الفراولة المجمدة أو الفراولة الفريش، أنا جربت الزوز ونفس الطعمة ونفس القوام ونفس النتيجة في النهاية. فقط ملحوظة واحدة نبيكم تركزوا عليها، إن هي الفراولة ما تكونش فاسدة أو مضروبة، يفضل إن هي تكون طازجة وما فيهاش أي شوائب. الملاحظة الثانية اللي حابة إنكم تركزوا عليها هي لون الفراولة. الأفضل لون الفراولة هنا يكون لونه أحمر، ما يكونش وردي أو يكون باهت، بحيث إن هي تعطيني النتيجة واللون المطلوب، بحيث إننا ما نستحقش لا ندير لا ملون غذائي ولا حتى جيلي. هنا وصفتنا سهلة جدا وبسيطة، فقط نلين المكونات اللي حنستعملهم 3 مكونات. في الوصفة هذه مش حنستعمل لانشي ولا حتى جيلي الفراولة، والقوام حيطلع مضبوط 100% وعن تجربة والنتيجة مضمونة. هنا بعد ما خليت الفراولة على نار عالية لمدة 3 دقايق، بعد ما شفت الفوران هنا حنضيف السكر. هنا كمية الفراولة كانت 750 جرام. السكر هنا حيكون كوب ونص سكر بالأكواب المعيارية. الكوب كان مقاس 250 جرام. هنا بعد ما ضفت السكر نحرك السكر تحريكة كويسة بحيث إننا نتأكد إن كل السكر داب. وبعد ما تبدأ الصوص بالفوران، هنا أنا نوطي النار على درجة حرارة هادية جدا بحيث إننا باش ما تنحرقش مني ومع التحريك المستمر. هنا بعد حوالي 30 عفوا 20 دقيقة، هنا بعد حوالي 20 دقيقة وصلت للقوام المطلوب يلي أنا نبيه من حيث الصوص ومن حيث الفراولة نفسها. في المرحلة هذه تقدري إنك أنت لو مش حابة الفراولة تكون قطع، تقدري تضربيها في الخلاط أو بالهاند بلندر. بس أنا بحكم إني حنستعملها كحشوة فحابة إن الفراولة تكون قطع بحيث إن هي تبرز نكهتها وتكون واضحة، حيكون طعمها أقوى. فأنا حبيت إن هي تكون هيك، بس ما فيش مشكلة لو أنتي طحنتها. هنا أنا كنت نوري لكم في القوام يلي تكون عليه الفراولة، ونوري لكم في قوام الصوص إنه هو كيف تقل معاي.
في ملحوظة جدا مهمة نبي نقولها، يلي هي الإضافة الثالثة اللي هي كانت الليم الحامض أو الليم العصري. الإضافة هذه ما حبيتش إنني نضيفها من الأول، بحيث إنني ما نبيش الليم يقعد أطول فترة ممكنة مع الصوص على النار، بحيث إنه هو حيعطيني مرارة، فني نضيفه في الأخير أو قبل ما نطفي النار. وهذه نتيجة الصوص بعد ليلة كاملة. لو انتي حابة تحشي الكيك وتديري الحشوة في نفس اليوم وتحشيها بها الكيك، الأفضل إنك تديريها أقل شيء 6 ساعات قبل حشو الكيك. تديري هذه الحشوة حتى إن هي تتماسك، تحطها في الثلاجة ليلة كاملة، أو تحطها 6 ساعات في الثلاجة وبعدين تحشي بها الكيك. القوام رهيب جدا، اللون، اللمعة، الطعم أبهرتني بصراحة. أنا جربت فيها هلبة حاجات، منها حشيت بها الكب كيك، حشيت بها التورتات زي الصورة المصغرة اللي في الفيديو، لأني حاطتها في الفيديو. هذيك تورتة أنا مدايرتها كانت بحشوة الفراولة بنفس هذه الطريقة. جتني حشوة الله يبارك، متماسكة وجميلة جدا. أتمنى أنكم تجربوها. ولو أعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.